صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه، ستشفع لكم صلاتكم يوم القيامة عند ربكم، وستكون لكم سببا في نجاتكم في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بفيديو جديد. لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، انا هدير بعمل فيديوهات، روتينات، فلوجات، مشتريات، فيديوهاتي حلوه هتعجبك. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها، وحطيلي لايكات كتير قوي، وصلوا على النبي في الكومنتات. النهارده بقى فيديو النهارده دخلت البلكونه، انا جايبه شويه حاجات كده للبلكونه، بس في حاجات هحطها النهارده وفي حاجات مش هحطها. المهم قلت بقى ايه، قلت انضفها كده. وانا تقريبا قلت لإلين امبارح، قلت لها كنسي البلكونه، قالت لي كنستها وخليتها جميله. ببص لقيت التراب كله متكوم على الجنب، فتقريبا مش عارفه، ممكن يكون التراب كان بيطير منها وهي يعني مش عارفه او كده، لان إلين ما بتعرفش يعني ما بتعرفش تكنس او كده. هنا قلت لهم هاتوا المكنسه والجاروف، داخلين يحطوا لي في نص البلكونه. ماشي. المهم ف بتاع ده كنت بقول ايه، فممكن عشان هي لسه صغنونه فمش بتعرف تكنس قوي، بحاول ان انا اعلمها، بس هي ايه على قدها يعني. بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعلمها عشان ما تبقاش بنت كده تكبر تبقى خايبه كده مش عارفه تعمل اي حاجه. لا، هي تعمل، بس تعمل على قدها او على قد سنها يعني. انا مش بتقل عليها في اي حاجه بصراحه. المهم بقى دلوقتي كنست بقى. قلت عايزه اقول لكم ان انا يعني استغفر الله العظيم يا رب، حصلت لي انا بالنسبه لي مصيبه. انا داخله بالجردل كده وحاطه فيه المسحوق، راحت الجردل اتكسر مني زي ما انتوا شايفين كده في الليفنج، وغرق الدنيا. لحقت السجاده ورحت شايلاها على طول، يعني تنتها كده عشان المايه ما تجيش عليها. بس عايزه اقول لكم بجد انا قعدت مده طويله على ما لميت الميه دي. بصوا يعني حاجه متعبه جدا، والحمد لله طبعا، وقدر الله ما شاء فعل، واكيد يعني دي اراده ربنا، هنقول ايه. بس انا بالنسبه لي كارثه والله. المهم عايزه اقول لكم ان بتاع ده اسمها ايه، الكتاشي بتاعت الولاد كانت في البلكونه، كنت غسلاها وكنت سايباها. فلما جيت انضف طلعتها كده ايه، طلعتها من البتاع ده، طلعتها من البلكونه. ورحت حطها كده على جنب. كمان برضو اتبلت، هدخلها تاني بقى في الشمس عشان خاطر تنشف كده شويه. عايزه اقول لكم ان انا النهارده يعني انا بصور لكم دلوقتي الساعه حوالي 6. يا دوبك صحيت نزلت الشغل. النهارده الولاد كانوا معايا في الشغل، وجيت من الشغل بقى والله بهدومي. انا لسه حتى ما غيرتش، ما عملتش اي اكل، لسه ما عملتش اي حاجه. كان الولاد عايزين برجر، ف اتصلت اجيب عيش كايزر. بحب اجيب عيش كايزر نوع معين كده للبرجر، بيبقى شبه اللي هو بتاع ماكدونالدز وكده. مش بحب اللي هو يعني في اللي هو بيتباع في الافران عادي، اللي هو اللي بيبقى عليه سمسم ده، لا انا مش بحب ده. فمش عارفه ده ليه اسم وده ليه اسم ولا لا بصراحه، يعني انا مش قادره افتي في الموضوع ده. بس هو التاني بيبقى احلى بكتير، بيبقى اطرى وبيبقى احلى كمان في الطعم، يعني طعمه بيبقى احلى. بس المهم بقى مرضيتش احط ميه كتير بقى، خلاص جاتلي عقده من لم الميه. بالله عليكم مش المكنسه اللي انا جبتها دي ورجعتها تاني، مش لو كانت طلعت بتشفط الميه كان زماني غرقت الدنيا براحتي. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. المهم دلوقتي بقى بصوا الهوا حلو جدا هنا في الأوضة دي أصلا، بالذات في الليفنج، الأوضة الوحيدة اللي فيها هوا بجد. وأوضة الولاد شوية، أوضتي أنا بقى تحسوا إن هي ساونا مع إن فيها بلكونة برضو، بس مش عارفة إيه السبب يعني. المهم لم المية ده بجد يا جماعة متعب جدا، يعني أكتر حاجة بجد ضايقتني النهاردة في اليوم كله هو لم المية. ف كنت بقول لكم بقى لما جيت بقى من الشغل، الولاد كانوا معايا النهارده في الشغل، عملت لهم ايه ياكلوا. كان في مكرونه بالبشاميل طبق كده، رحت مسخنه لهم، قلت عبال ما اعمل لكم الاكل. ف
المهم اتصلت بقى عشان اجيب البرجر، طلبت البرجر، اتصلت عشان اجيب العيش. البرجر يا جماعه انا بعمله في البيت، انا ما بشتريش مصنعات من بره. انا ما بحبش خالص 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 اي مصنعات من بره، يعني مش بحب ان انا اشتري برجر مثلا جاهز، هوت دوج، مش عارف ايه الحاجات دي، انا بجد مش بحب خالص. مع ان ولادي على فكره نفسهم قوي يجربوا الهوت دوج، تقريبا ما جبتهولهمش ولا مره، ما اكلتهولهمش ولا مره. والصدق لو هجيبه اجيبه من حد يعني مضمون قوي، من حد ضمناه قوي. الناجتس بقى والكلام ده لا 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 لا، انا بعمله في البيت. انا ما احبش ان انا اشتري ناجتس جاهز ولا اي حاجه. بجد يا جماعه انا شفت الطريقه اللي بيعملوا بيها، ايه القرف ده، استغفر الله العظيم يا رب. دول بيجيبوا ال... اللي هو ايه، عارفين حاجات الفراخ اللي هي بتترمى؟ انا طول عمرنا بنشوفوا الناس عند بتوع الفراخ بيجوا ياخدوا بيبقى براميل كده مليانه الحاجات بتاعه الفراخ، يعني اللي هي بطنها وحاجات المقرفه دي. طول عمري بشوف عربيات بتيجي تاخد كده، بس انا ما كنتش اعرف هما بيعملوا بيها ايه. يعني طول عمرنا كنت بشوف الحاجات دي بتوع الفراخ بيطلعوا البواقي دي للناس دي، فما كنتش اعرف. بجد حاجه مقرفه جدا. اتاري بيروحوا للمصانع اللي هي بتاعه المصنعات، طبعا الا من رحم ربي، يعني الا ناس بسيطه جدا هم اللي بيعملوا الحاجات طبعا نضيفه. انا مش بتهم كل المصانع، انا بتهم طبعا مصانع معينه، بس انا مش ضامنه. المهم يا بنات ايه، ما بجيب لهمش خالص حتى الناجتس، انا بعملها في البيت. بعمل الناجتس في البيت، بعمل اي حاجه. ما بجيبش مثلا بانيه. ممكن بقى البانيه مثلا لو هجيبه متبل، هو بتاع الفراخ بيبقى عنده مثلا مكان يقولك بجهز فيه فراخ، بيجهز ايه مثلا، يتبلك الفراخ يتبلك مثلا الفراخ على الشوي، يعملك يقطعلك شيش طاووق، يتبل البانيه اللي هي بالتتبيله بتاعتها دي. الكلام ده كله هو بيعملها. وده انا ضامنه طبعا، لان هو بتاع الفراخ هو اللي مقطع وهو اللي عامل وكده. انما لو حد تاني ما جيبش بصراحه. بتاعت كفايه المواد الحافظه اللي بقت في كل حاجه، يعني بقت مواد حافظه وحاجات مقرفه كمان، فيبقى حرام عليا بجد، ربنا هيحاسبني. وبصراحه انا الاول كان ممكن كل فتره كده، هما بيحبوا الاندومي جدا، فكل فتره طويله اجيب لهم كيس صغير كده. بس عايزه اقول لكم انا بقالي شهور 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 بجد ما باكله لهمش خالص. ممكن مثلا لو انا مثلا عايزه اندومي بجيبه وبخبيه وبطلعه بالليل لما هما يناموا. انما غير كده لا، ما بدهمش برضو الاندومي، منعاه تماما. بخاف عليهم يا جماعه، انا اللي هو انا مش عارفه، وانا عارفه ومتاكده ان هم هيجي عليهم سن هم هيجيبوا كل حاجه من بره وهياكلوا كل حاجه من بره. ده الاندومي دلوقتي بقى في المدارس، ده انا مستغربه. ده قايلين بتقولي احنا عندنا في المدرسه ما بيبيعوا اندومي، فاللي هو بجد يعني مش عارفه. فهم هيجي عليهم سن برضو، انا عارفه ان كل اللي انا بعمله ده في الاخر هيروح كده يعني. بس لما بقى بيقولوا لي مثلا عايزين ناكلوا برجر من بره او كده، بجيب بقى منين؟ بجيب مثلا ثواني يا توته. بجيب من ماكدونالدز او هارديز او هولمز. سيبيها يا توته. الثلاث اماكن دول هم دول الثلاث اماكن دول هم دول اللي انا بجيب من عندهم. ممكن اكل عندهم مثلا بره، ويا رب ما حدش يقرفني ويقول لي ان هم مثلا حاجاتهم برضو مش حلوه. كنتاكي ده بامانه انا ما باكلهوش ابدا ابدا ابدا. عايزه اقول لكم ان انا جبت مره من عنده زمان قوي، ولقيت دم في الفراخ، فخلاص قرفت منه، ما بقتش اكل عنده ابدا اي فراخ اصلا من بره، ما بحبهاش برضو. الا يعني اماكن هم اللي بيعملوا المطاعم معينه ممكن اكل عندها. المهم بصوا كده، خلصت البلكونه، علقت البتاع ده. بص انا علقته بايه، جربت ان انا اعمل مسامير، ما نفعتش. المسامير وقعت او انا ما عرفتش، او المسامير تخينه شويه، انا مش عارفه، بس ما وقعت. فجربت الدبل فيس، لقيت الدبل فيس شغال، فروحت عاملاها بالدبل فيس وفرشتها كده. الحاجات دي عقبال ما اجيب، قولوا لي اجيب نجيله ولا اجيب موكيت، ايه الاحسن؟ يعني عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات الاحسن ايه، النجيله للبلكونه ولا الموكيت. انا حاسه النجيله شكلها احلى واشيك
بس البنات بتقولي او مش البنات، ناس يعني بيقولوا ان النجيله بنات بتملى تراب، بتتملى تراب بسرعه. فمش عارفه الكلام ده بصراحه صح ولا غلط، فانتوا ايه قولوا لي تحت كده في الكومنتات الكلام ده صح ولا غلط، واعمل نجيله ولا اعملها موكيت اخضر. المهم بقى ايه، كمل لكم بقى بقيه الغدا. كنت هعمل لهم بقى برجر وخلاص، جبت اللحمه المفرومه وقلت هعملها وكده. فلما جيت بقى جيت اطلب العيش، لقيت قالت لي ما فيش والله عيش النهارده. فاتضايقت جدا، يعني اتضايقت جدا. فرحت مطلعه كيس كبده، قلت لهم هحمر لكم بقى كبده كده ونعمله جنبها بطاطس محمره، يا اما اعمل شويه مكرونه اشوف هم حابين ايه وهم عايزين ايه. بس هم حابين ايه وهم عايزين ايه وهعملها لهم بقى دلوقتي. فعايزه اقول لكم والله انا كل ده بلبس الشغل، لبس الشغل. ما دخلتش ولا لسه اخدت شاور ولا لسه اي حاجه، جيت من بره على جوه على طول. المهم جبت كمان، كنت جبت ستارة بلكونه على اساس ان انا هركبها، قلت نركبوها. فبعدين بقى لقينا بسم الله الرحمن الرحيم، انا جايباها من غير البتاع بتاعتها اللي هي الحلقان بتاعتها. لقيت الحلقان لقيت بتاع ده الحلقان اللي موجوده بتاعتها فوق، لقيتها مصديه لانها صدت. فجوزي قال لي خلاص هيبقى اجيب لك انا ونبقى نحطوها. قلت له خلاص ماشي بقى اللي انت شايفه. فسبتها بقى زي ما انا وريتها لكم كده، وريت لكم الستاره. بس عايزه اقول لكم ان انا هحتاج ستاره اكبر. ليه بقى؟ لان انا جبتها 3 متر، وشايفين الشجر ده اللي انا جايباه ده برضو 3 متر، و3 متر ده ما كفاش يعني، اخد نص السور بس. فربنا يستر الستاره كمان ما تاخدش نص السور بس. بصي جوزي هيعلقني مكان الستاره. فمش عارفه بقى هعمل ايه. المهم دخلت بقى على الليفنج زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم انا لو حلفت لكم كده بالله ان الليفنج امبارح بالليل قبل ما انام كانت فله كده، فله محدش طبعا هيصدقني انا عارفه. بس عادي يا جماعه مفيش اي مشكله. كنست كده ومسحت شويه السيراميك اللي باين، وبعدين قلت بقى امشي كده عليها بالمكنسه اللي بالكهرباء. عايزه اقول لكم ان انا عايزه انجز، خلاص اتحريت يعني خلاص كده. الواحد في الحر بقى ومن بدري في الشمس، فالواحد عايز يخش كده ياخد شاور بقى ويغير هدومه لحسن الدنيا كده ايه كده يعني. وخلي بالكم اول ما جيت برضو معلقه على الغسيل، شغلت الغساله وعلقت على الغسيل. فقلت مش مهم ممكن اخلص وفي السهره كده بالليل اقوم داخله عامله الغسيل. هنا بقى خلاص كده يعتبر خلصت الليفنج هنا. وقلت كده انزل الستاره الخفيفه، وبعد كده قلت اشوف بقى بره عايز ايه. بس قبل ما اشوف كده قلت ارش المعطر ده حلو قوي قوي يا جماعه. عايزه اقول لكم ريحه الورد تقريبا. هنا بشوف لقيت الدبل فيس وقع، عادي اتصدمت صدمه بسيطه كده وبعدين خلاص. المهم طلعت بره، حسيت بره كده محتاج ان هو يتكنس. هما مش عارفه كانوا داخلين طابور، عاملين طابور ورا بعض، مش عارفه في ايه يعني. ما شاء الله. المهم قلت الم بقى اشوف لو بره في الريسبشن محتاج حاجه. على فكره اللي متابعني ومركز معانا هيعرف ان الترابيزه بتاعه الفازه اللي هي على الترابيزه بتاعه اسمها ايه يا بنات، الترابيزه بتاعه الانتريه دي الفازه بتاعتها توته كسرتها لي. فاشتريت واحده جديده كده، قلت له انا عايزه، قلت له التانية ما بتتكسرش. راح جايب لي دي، قال لي دي ما بتتكسرش. قلت له نعم في حاجه ما بتتكسرش؟ قال لي طب اجربها لك. راح حادفها في الارض ما اتكسرتش. فقلت له خلاص ماشي. فانا في الوقت الحالي يا جماعه عايزه اي حاجه ما بتتكسرش اعملها استخدمها، لان خلاص. ولسه كمان سليمان بقى خلاص الفتره الجايه بقى هيبتدي ان هو يستكشف بقى، وهجيب له مشايه يبتدي بقى ان هو يمشي عليها. فبصوا مش قادره اوصف لكم بقى، انا عارفه كل حاجه هتتشد يعني. هو اصلا سليمان ببقى شايلاه بيبقى عايز يشد كل حاجه حواليا، اي حاجه كده حواليا بيبقى عايز يشدها. كان عندي المشايه بتاعت إلين موجوده لحد دلوقتي، بس الكرسي بتاعها فيه مشكله، فوديتها اشوف الراجل كده صلحها مصلحاش بقى اضطر ان انا اشتري واحده. خلاص بقى كنست كده بره ولميت اي حاجه. انا اصلا لما المفارش، على فكره المفارش دي عشان تتغسل وبس كده. قلت بقى اطفي الانوار بره عشان اخش كده اظبط حالي واعمل الغدا وكده.
بس كده بنات، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه وتحطوا لي لايكات كتير قوي، وتكتبوا لي كومنتات حلوه زي